هي عبارة عن دفع يوان واحد بس، وكل جرام واحد هتخسه هتاخد قصاده يوان، يعني اللي هيخس كيلو واحد هيكسب 1000 يوان. وبين وليه بيتعصبوا جدا لان الفكرة هتخسره كل الفلوس، وبيقولوا ان دي يعتبر صدقة وده ضد الشروط. بس جيم بيقول لهم ان ده تأمين قانوني ومش تبرع، والناس كلها بتنزل تعمل التأمين ده وبيوزنوا نفسهم، والجيمات بتتملي ناس والرياضة بتملى المدينة، وبيستعملوا السلالم بدل الاسانسير، والشوارع ما بيبقاش فيها ولا عربية والناس كلها بتجري عشان تخس. وفعلا خسر معظم الفلوس وخد جائزة الشاب المتميز للسنة عشان أعمال الخير اللي عملها. بس وانج بيقول لهم انه ما بيعملش عمل خيري وانه عمل تجاري، بس ما حدش بيصدقه وبيفتكروه متواضع. ويوم الماتش بيجي اللي هيلعبوا فيه فريق قوي جدا من الدرجة الأولى، وبيكون المشجعين بتوع فريق وانج الموظفين بتوعه بس، وبقية الاستاد كله بيشجع الفريق الخصم، وبيلاقوا الفريق نازل الملعب بهليكوبتر، والماتش بيبدأ وبيجي فيهم اجوال كتيرة جدا. والشوط الأول